السلام عليكم. في فيديو النهارده هنتعلم ازاي نعمل التصميم ده. بس قبل ما نعمل التصميم ده هقول لكم الاول طريقتي في البحث عن الصور بتكون ازاي علشان كلكم تعرفوا تبحثوا عن الصور بسهوله. ويلا بينا نخش في طريقه البحث عن استوكات او صور التصميم اللي قدامكم ده. اول حاجه عملتها هي اني رحت على موقع فري بيك وكتبت مان ان ذا بوكس، واول راجل ظهر قدامي ده خدته وعملت له داونلود على طول. تاني حاجة عملتها علشان اجيب الراجل المندهش ابو شعر كيرلي ده، كتبت برضه في فري بيك امان وندر، يعني رجل مندهش. جاب لي الحاجات اللي قدامكم دي، ما لقيتش فيها الصورة اللي انا عايزها، فقعدت ادوس الصفحة التانية. طبعا ده كله وانا عامل فلاتر فري بيك اللي هي فوتوز وفري علشان اسهل على نفسي البحث اكتر، فبعمل تصفية لنتائج البحث من الفلاتر دي. برضو في الصفحة التانية ما لقيتش، وعمال ادور لقيت طبعا شكل الراجل اللي انا عايزه، بس ما كانش هو بالظبط. فقلت انسخ الاسم بتاعه في فري بيك وابحث بيه جوه الموقع، يمكن يجيب لي شكل الموديل ده باقتراحات اكتر. طبعا لما نسخت وبحثت جوه الموقع ما لقيتش اي حاجة ليها علاقة بالموديل اصلا، وده اللي كان غريب جدا. يعني المفروض كان يجيبوا لي اول نتيجة، فقلت امسح كلمة، برضو ما جابليش حاجات ليها اي علاقة باللي انا عايزه خالص. قلت نشوف الصفحة التانية، كذلك ما جابليش اي حاجة ليها علاقة باللي انا عايزه خالص. 2 hours later. وفضلت كده ادور كتير لحد اما قررت اني انسخ الاسم واروح بيه على بحث جوجل، واختار ايمج واشوف في جوجل ايمج الراجل، وكتبت جنبيها صوت يعني بيفكر مثلا، وقلت اشوف هيجيب لي ايه. فضلت انزل شويه في بحث الصور بتاع جوجل الطبيعي لحد اخيرا ما لقيت الموديل اللي انا كان عيني عليه. لقيت لي كمان بوزيشن الى حد ما كويس في الاقتراحات اللي تحت في البحث. دوست على البوزيشن ده علشان اشوف الاقتراحات اللي تحت، يمكن الاقي الشكل او رياكشن الوش اللي انا عايزه، بس ما لقيتوش. فقررت اني ادوس على اللينك بتاعه اللي هيدخلني على موقع فري بيك واشوف الاقتراحات من تحت في الصور، يمكن الاقي البوزيشن اللي انا عايزه. ولما جيت اشوفها اخيرا لقيت الصورة اللي انا عايزها، قمت بسرعة دوست عليها ورحت عامل لها داونلود علشان اروح اجهزها للتصميم بتاعنا. وطبعا الصورة دي صعبة جدا في قصها، ولو انت شفت توتوريال كتير عن قص الشعر برضه هيكون صعب عليك انك تقص شعر الراجل ده اللي فيه تفاصيل كتير جدا. فعشان كده يلا بينا نشوف ازاي هنقص الشعر بتاع الراجل ده باحترافية. ولكن انزل اعمل اللايك الجميل بتاعك دلوقتي، واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس علشان ده بيدعمني ان اكمل في اني اعمل فيديوهات. وبعدين يعني انا عرفتك ازاي ببحث عن الصور، فمش معقوله كل ده ولسه ما عملتش لايك. ويلا بينا نشوف ازاي هنجهز الصور للتصميم ونقص صوره الراجل ده، بس بعد الانترو. انتم دلوقتي بتشوفوا فيديو جديد على قناه احمد شكشك. هنجيب صورة الراجل اللي جوه الصندوق وهنشيل من عليها القفل بتاعها، وهنبدأ نجيب أداة البوليجون لاسو تول ونبدأ نقص الراجل كده من الصندوق. نعمل المربع ده وهندوس كنترول اكس، هيشيل لنا الراجل خالص ويفرغه لنا من الصندوق. هيتبقى معانا الحتت بتاعة الايد بتاعته بالظل بتاعها اللي محطوطة على جانب الصندوق. هنيجي برضو بنفس أداة البوليجون لاسو تول ونبدأ نحدد كده على الإيد، وبالجنريتيف فيل اللي بالمناسبة انضاف في الفوتوشوب 2024 رسمي، ما بقاش في النسخة البيتا. هنشيل بيه الإيد، أعتقد أول نتيجة هي اللي كانت كويسة فهنختارها. وهنيجي ندوس كنترول على الماسك اللي عامله لنا الجنريتيف فيل. بعد كده هنبدأ ندمج الجنريتيف فيل واللاير بتاع الصندوق مع بعض باننا ندوس كنترول اي وهندوس ديليت اند فيل سيلكشن، هيقوم مظبط لنا الصندوق اكتر. هنبدأ نحدد تاني على الجزء ده علشان فيه ظل كده مش عاجبني، فهقص الحتة دي بكنترول اكس واحدد على الظل ده واعمل له كليك، واعمل له كليك يمين واختار فيل كونتنت اوير. كده النتيجة بالنسبة لي تمام. هعمل ابلاي واوكي، ونبقى كده عملنا الستوك بتاع الصندوق مظبوط معانا. في حتة زيادة هنا كده برضو هنشيلها بنفس الديليت اند فيل
وبعد كده هنروح نحفظ الصندوق ده as PNG عن طريق ان احنا هندوس كنترول شيفت الت اس ونختار الصيغه PNG علشان يبقى بدون خلفيه، وهنعمل سيف. كده صوره الصندوق جهزت معانا. هنبدأ ندخل على صورة الراجل اللي شعره فيه تفاصيل كتير وقص كتير، فاحنا عشان نقص الصورة دي هنبدأ نشيل القفل من على اللاير بتاع الصورة. بعد كده في البانل بتاعة بروبرتيز هتلاقي تحت كويك اكشن هتدوس على كلمة ريموف باك جراوند، هيشيل لك الباك جراوند بتاعته ويعملها لك في ماسك، بس هتلاقي حتت برتقاني كده لسه موجودة على شعره، فدي هنيجي نحدد على الماسك نسلكت عليه. وبعد كده هتلاقي في البروبرتيز ظهرت خصائص الماسك، هتلاقي من ضمنها كلمه اسمها سيلكت اند ماسك، هتدوس عليها. اول ما بتدوس عليها هتزوم كده شويه على الحتت اللي لسه البرتقاني موجود فيها، وهتجيب الاداه بتاعه الريفاين هير دي وتبدا تكبر الفرشه شويه من الدال والجيم وتدوس كده على الحتت اللي فيها مكان برتقاني علشان يشيلهولك من الشعر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما نخلص الحتت البرتقاني ديت هنبدأ ندوس على كلمة اوكي. هتلاقي الشعر ادانا نتيجة كويسة والشعر اتفصل عن الباك جراوند خالص، بس برضه هتحس ان لسه في حاجات برتقاني كده في الشعر، فدي هنعالجها بكل بساطة اننا هنعمل اللاير كونفيرت تو سمارت اوبجكت. بعد كده هنعمله ريسترايز لاير، وهنجيب أداة البيرن وهنبدأ بالفرشة بتاعة البرن كده نكبرها ونصغرها ونخليها طبعا الفرشة الناعمة، ونبدأ نحدد كده شوية لحد ما تبدأ النقط البرتقاني دي تبقى بني بنفس لون الشعر. يعني هي موضوع ان احنا بنفيك الشعر شوية وكأننا بنسيح ألوانه على بعض علشان ما يبانش الحتت البرتقاني دي. وبس كده يكون الراجل اتقص معانا. هنبدأ بعد كده ندوس على الكنترول وهنيجي على اللاير بتاعه، هتلاقي شكل السهم بتاع الماوس شكله كده متغير لمربع، هتدوس بكليك شمال عليه هيعمل لك سيلكت على الراجل، هتقوم عامل عليه ماسك، وبعد كده تروح على قائمة فلتر وهتدوس مينيمم وانت مسلكت على الماسك، ومثلا تكتب 1 أو 2 علشان يشيل لك الحواف البيضة اللي بتبقى ناحية كتفه كده مكان القص، بنشيلها بالطريقة دي. وبكده يبقى الراجل جاهز معانا. هنيجي بعد كده نبدأ نعمل مقاس التصميم بتاعنا 1200 عرض في 1800 طول، وبيكسل لكل سنتيمتر في الريزوليوشن، وطبعا هيكون الريزوليوشن 100، وهندوس كرييت. هناخد صورة الصندوق وهنحطها في التصميم كنترول تي وهنعمل روتيت 90 درجة عشان يلف الصندوق معانا يبقى بالطول بدل ما هو بالعرض، ونبدأ نكبره كده على قد مساحة التصميم بتاعتنا. وهنمسح الباك جراوند البيضة اللي تحت. بعد كده هنجيب الراجل اللي احنا لسه قصينه وهنحطه في الصندوق وهنعمل له كونفيرت تو سمارت اوبجكت عشان لما نكبره ونصغره ما يبكسلش معانا. وكنترول تي ونبدأ نصغر فيه كده شوية لحد ما يكون حجمه او حجم راسه بالاخص متناسب مع حجم الصندوق بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بالظبط كده. بعد كده هندوس على كنترول ونروح على اللاير بتاع الراجل وكليك شمال عليه هتلاقي عمل لنا سيلكت عليه. هنقوم رايحين على نسلكت على اللاير بتاع الصندوق ونيجي على أداة الماسك وندوس الت ونقوم دايسين على الماسك فيدخل لنا الراجل قدام الصندوق بالشكل ده. احنا بقى عايزين نخرج كتافه بره، فهنعمل ايه؟ هنسلكت على الماسك اللي احنا عملناه في الصندوق وهنرسم عليه بس بالابيض مش بالاسود علشان يرجع لنا الصندوق تاني. شوف انا لما رسمت بالاسود حذف لي حته، فانا هعمل اكس علشان يبدل لي الالوان واقوم راسم بالابيض. ويفضل كمان اننا نرسم بالفرشه الحاده مش الفرشه الناعمه، يعني انا هنا برسم بالفرشه الناعمه ولكن هغيرها اهو للفرشه الحاده عشان احنا كده كده عايزين الدنيا تبقى حاده معانا في الجزء ده، ونشيل كده كتاف الراجل بحيث تخرج بره الصندوق. بالظبط كده.
طبعا كل الصور دي انا سيبها لك تحت في صندوق الوصف مقصوصه جاهزه، لكن لو انت حابب انك تبحث عنها من الاول خالص زي ما احنا شرحنا في اول الفيديو عشان تدرب نفسك على البحث بتاع الصور ده هيكون افضل. هنسحب السما على الفوتوشوب ونحطها كده ورا الراجل ونكبرها بحيث تبقى بالشكل اللي قدامكم ده، وهننزلها تحت خالص بس كده. هنيجي على الراجل وهنبدا نلعب في الالوان بتاعته شويه عن طريق اننا هنعمل له سيلكتيف كولر علشان نقرب الوانه للصندوق اكتر فيبقى في ماتشنج ما بينهم. والعمليه دي عموما بتبقى عمليه تقديريه حسب عينك انت، يعني مش شرط تعمل نفس الارقام اللي انا بعملها، لا انت بتقعد تجرب في السيلكتيف كولر دي والادجستمنت لاير عموما انت تقعد تجرب براحتك على حسب ما عينك تكون شايفاها نتيجه مظبوطه انت تعتمدها. برضه انا هستنى اشوف تطبيقاتكم في جروب مصممين حارتنا اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. بعد ما عملنا سيلكتيف كولر احنا هنعمل لاير جديد نيو لاير، وهندوس شيفت F5 عشان يجيب لنا الفيل ونختار 50 جراي وندوس اوكي، وهنغير البلندنج مود بتاعها لاوفر لاي. وهنيجي على اداة البيرن ونبدأ نرسم كده من بره على الراجل اللي يعني في شادو ضارب من الصندوق على القميص بتاعه، عشان طبعا لازم بيكون في شادو كده جاي ما بين الصندوق والقميص، ظل اسود تبقى غامقه شويه كده قبل وبعد، دي عشان الواقعيه. احنا لازم برضه يا جماعه لازم تركزوا في التفاصيل وانتوا بتعملوا التصميم. ممكن كمان نبدا كده نزود شويه من الناحيه دي ومن عند الكتاف بحيث الدنيا تبقى مظبوطة. دي برضو عملية تقديرية بعينك انت على حسب عينك شايفاها ازاي. برضو من عند الشعر كده غمق شوية علشان ما يبانش القطعات او الديفوهات بتاعة الشعر اللي باينة من الصندوق نتيجة القص، فغمق كده شوية لحد ما تختفي، بس ما تقلش ايدي قوي في التغميقة ديت. يمكن انا هنا بعملها بطريقة مبالغ فيها شوية علشان بس يوضح لك الفرق. لو تلاحظ انا عملت لاير نيو لاير ورا اللاير بتاع الراجل، وهديله حته غامقه كده من لون الصندوق، وهبدا ارسم وراه حاجات بسيطه بالفرشه الناعمه عشان يدي كده ظل للشعر ويخفي الدفوهات بتاعته بتاعه القص اكتر. طبعا في حته من هنا زادت معانا هنعالجها بس بعد ما نخلص كله الاول. خليت البلندنج مود بتاع اللاير مالتيبلاي وكده قبل وبعد. بعد كده هاجي بالاستيكه واشيل الحتت الزايده من اللاير ده، همسح كده بالراحه خالص بالفرشه الناعمه الحتت الزايده اللي انا مش عايزها. ادي قبل وادي بعد، فرق رهيب طبعا. بعد كده هعمل نيو لاير فوق خالص وشيفت F5 و50 جراي، وهخلي البلندنج مود اوفرلاي، وهروح على قائمه فلتر ولينس كوريكشن، وهاجي على الكاستم واخلي الاماونت 50 او اكتر برضو على حسب عينيك، دي حاجه تقديريه عشان يديني حواف سودا كده في التصميم فيبقى في عمق في الصندوق، وادوس اوكي. زي ما انتم شايفين بقى في حواف سودا على الصندوق من بره تحسسك بعمق اكتر في الصندوق. بعد كده هبدا اعمل كولر بالانس من الادجستمنت لاير، بس الغي الكليبنج ماسك بتاعه وابدا اظبط الالوان كلها مع بعض عشان يديني تون كامل للالوان مع بعض، فتبقى كلها ماتشنج مع بعض، الراجل مع الصندوق مع السما ورا، فتحسهم ان كلهم صوره واحده متصوره مع بعض. وده من خلال الكولر بالانس. وكمان ممكن يضيف كولر لوك اب، وبرضه نلغي الكليبنج ماسك ونعمله مثلا فوجي نايت 3DL، ونغير البلندنج مود للومينيستي، ونقلل الفيل بتاعتها شويه مثلا ل 20 او 30 على حسب برضه عينك، دي عمليه تقديريه. ادي قبل وبعد، والت كنترول شيفت اي علشان يجمع لنا كل الليارات دي في لاير واحد من فوق بدون ما يدمج الليارات مع بعض. ونقوم عاملينه كونفيرت تو سمارت اوبجكت، ومن الكاميرا رو فلتر نفتحها ونفتح البيزك ونبدا نلعب فيها شويه بحيث نظبط الوان التصميم اكتر ونخليه واضح اكتر. ودي برضو بتبقى عمليه تقديريه حسب عينك انت، ملهاش ارقام محدده، يعني اللي انت شايفه كويس اعمله. ممكن ازود كيتشر شويه وازود شويه كلاريتي عشان تتح الدقيقه كده
الدهيز يعني ممكن نخليه بالسالب، بيفتح الدنيا شويه، زود الفيبرنس، والإفكت هنا هيزود الاسود من الحواف، وهدوس اوكي. وبس كده يا صديقي يكون التصميم بتاعنا خلص. دي قبل وبعد الكاميرا رو فلتر. هستنى اشوف كل التطبيقات بتاعتكم في جروب مصممين حارتنا اللي هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. وفي النهايه لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك ليه واشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وتاني بقول لان ده بيدعمني وبيخليني اكمل في اني انزل محتوى اكتر، خصوصا ان الفيديو الجاي هيكون فيديو جامد جدا. وما تنساش ان انا فعلت ميزه السوبر ثانكس اللي من خلالها تقدر تدعم القناه علشان نطور في المحتوى، او تقدر كمان تدعم القناه من خلال الانتساب في القناه. ده برضو ميزه تانية نقدر نطور بيها المحتوى. بس ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وسيب لي رايك تحت في الكومنتات وقول لي حابب تشوف ايه الفتره الجايه. وفي النهايه وان اخطات فهو مني، وان اصبت فمن الله. كان معاكم احمد شكشك، سلام.